محتاج ان انت لازم تجاوبني على السؤال ده، محتاج ان انت تقف معايا في الموضوع ده علشان اعرف انا على الطريق الصح، انا بتكلم بمنطق، انا بتكلم بعقلانيه، انا شايف اللعيبه كويس في الملعب. هتكلم تاني عن اسلام مهدي، وهتكلم عن طريقه اسلام مهدي في التقييم اللعيبه. يعني انا النهارده لما اسلام مهدي يطلع يقول لك مروان عطيه ياخد صفر في التقييم، اللي هو المفروض انا شايف من وجهه نظري، وهو ده السؤال اللي بساله حضراتكم. اتمنى كل الناس يا جماعه تشارك معانا وتقول لي الكلام ده مظبوط ولا صح، حتى بتعليق قول لي لا مروان عطيه يستحق ان هو يكون راجل المباراه، ولولا ان تريزيجيه هو اللي جاب الجون لا كنت هتشوف مروان عطيه هو راجل المباراه. مروان عطيه يا جماعه خد فتره كبيره جدا بيلعب هو مصاب، مروان عطيه بيتفانى مع النادي الاهلي. ما تسمعش كل الاشاعات اللي بتتقال عليه، الراجل لا اتكلم في تمديده ولا اتكلم في تعديل ولا اتكلم في عقد ولا اتكلم هيروح ولا هيجي ولا الكلام ده كله خالص. فالنهارده لما نشوف لعيب انت عايز تحبطه علشان لا شيء، انت النهارده مين حضرتك عشان تقيم لعيبه النادي الاهلي؟ يعني التقييم ده بيبقى بناء على ايه وعلى اسس ايه؟ انا النهارده بتفرج، انت كنتش بتتفرج على الماتش؟ يعني ما كنتش شايف الماتش كان سير الماتش عامل ازاي؟ ما كنتش شايف مروان عطيه ملتحم كل الالتحامات مع لعيبه سيراميكا كليوباترا؟ ما كنتش شايف ان مروان عطيه متداخل في كل لعبه، بيقطع كل لعبه من لعيبه سيراميكا؟ ده دوخهم، يعني دوخ كل اللعيبه الموجوده في الملعب. فانت النهارده ما تيجيش تقنعني وتحسسني ان انا ما بفهمش كوره وتقول لي مروان عطيه ما يستحقش غير زيرو. ليه؟ ما كانش موجود في الملعب، ما جراش حتى، ما عملش سبرنت، ما قطعش كوره، صفر ازاي في الملعب؟ لا النهارده تقييمك للعيبه لازم يبقى بمنطقيه. النهارده عايزين لما نيجي ننتقد لعيب يبقى فيه موضوعيه ومنطقيه للانتقاد. ما تجيش النهارده تقول لي في المطلق الراجل ياخد صفر. طب انت بتقنع مين بالكلام ده؟ هل احنا ما كناش شايفين الماتش؟ هل احنا ما بنفهمش كوره وحضرتك اللي بتفهم كوره؟ حتى انتقاداته للعيبه لاذعه. انا لما بتفرج عليه باخد الموضوع على محض الهزار وبضحك وبهزر وبحس ان الموضوع يعني فاني، ما مش هاخد رايك فني، مش هاخد كلامك بجديه قوي، هنهزر ونضحك والدنيا لذيذه وزي الفل. ولكن تقييمات اللعيبه لا، اهدى علينا شويه يا عم الحاج والنبي. يعني احنا برضه بنفهم كوره والجمهور بيفهم كوره، والجمهور لما يحيي مروان عطيه بالخصوص يبقى النهارده الجمهور ده بيفهم كوره. فما تجيش تقنعني ان القصه ماشيه بالطريقه دي. الاهلي دلوقتي شغله الشاغل يا جماعه ان هو يجيب المدير الفني، وانا حاسس ان الاهلي اتاخر في موضوع المدير الفني. اصل انت مش هتمشي المركب والامور يعني زي ما انت راسم لها بالظبط، لازم يبقى في تركه، لازم يبقى في مشكله، لازم النهارده تبقى مأمن نفسك مع مدير فني كويس. دلوقتي بيتكلموا على اكتر من مدير فني، انا يعني مش هقول لك حصريات بقى وعندي الخبر اليقيني والقصه، ولكن ممكن يكون فيشر هو يعني ايه. وقلت الكلام ده من حوالي 5-6 ايام على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك، ونزلت قلت